النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه جدا جدا، هي بسيطه قوي واحنا بنشتريها دايما وساعات بننساها كتير، وعندنا المكون بتاعها اللي بنرميه ومش بنستخدمه فيها. النهارده هنعمل مع بعض البقسماط المطحون بطريقه سهله جدا، وهنعمل او بمعنى اصح الفيجيدار برضو حلو جدا وبسيط وطريقته سهله قوي. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان اي حاجه جديده اعملها توصل لكم على طول وتستفادوا منها ومن الوصفات اللي احنا بنعملها مع بعض. ولو في اي حاجه انتوا عايزينها قولوا لي انا اعملها لكم. اول حاجه كده انا عندي هنا الفينو دوت، زي ما انتوا شايفين كان فينو بايت عندي ومش عارفه اعمل فيه ايه، وانا كتير جدا بنرمي الفينو، وانا بصراحه كتير كنت برمي الفينو برضو زيكم كده وما بستفادش بيه خالص، لاني بجيب كميات فبنستخدم منه وبعد كده بنسيبه. عندك برضو بقسماط بقاله فتره مثلا قرص ناشفه، بصي باتيه، اي حاجه، حتى لو فطير مشلتت وبقى منه بواقي، المهم جمعي ده كله على بعضه وتحطيه كده في صاج وتدخليه الميكرويف بتاعك او الفرن وتحمصيه. المهم ان انت تحمصيه كويس جدا عشان يبقى معاكي ناشف وتقدري ان انت تطحنيه في الكبه زي ما انت شايفه كده. هنطحنه كده تدريجيا على حسب بقى الكميه اللي كانت معاكي. هتروحي حاطه الحاجات دي كلها كده هو في قلب الكبه وتطحنيهم كويس جدا. اهم حاجه ان انت تديله طحنه كويسه قوي عشان نعمل الفيجيدار بتاعنا زي اللي بنشتري من بره بالظبط. وهقول لك برده الخطوات اللي هنعملها فيه اللي هتخلوا لك تحفه جدا، وبعد كده مش هترمي اي فينو ولا بقسماط ولا اي حاجه تاني خالص، ولا انت هتشتريه اصلا تاني من بره بعد ما تعملي الوصفه دي. دلوقتي انا هنا كده خلاص كنت فرمته كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. هجيب بقى كده اي حاجه بقى تكون ضيقه عندك، مصفى، منخل، اي حاجه، وهتحطي فيها البقسماط بتاعك كده بالشكل دوت، وهتبتدي ان انت تنخليه عشان تخليه ناعم، لان طبعا هو ما اتفرمش كويس قوي قوي، هيبقى فيه كده حبيبات خشنه شويه. احنا الحبيبات الخشنه دي برضو مش هنرميها، احنا هنستفاد منها، وبرضه هوريكم ان احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. انا طبعا لقيت المصفى الكبيره ديت ما عرفتش اتحكم بيها شويه، استخدمت الصغيره وابتديت ان انا انخل كده البقسماط بتاعي بالشكل دوت، وخدت الخشن ركنته على جنب لحد ما اخلص الكميه اللي معايا. بصوا بقى اللي انا نخلته ناعم جدا ازاي وبسيط. طبعا ده هنضربه تاني في الكبه برضو وننعمه اكتر لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها وما نرميش منها اي حاجه خالص نهائي زي ما انتم شايفين كده اهو. بس انا برضو قلت اوفر عليكم حاجه، الحبه الخشنين دول ما تضيفهمش في الكبه لان مش هيتفرموا برضو كويس معاكي. تعملي ايه بقى؟ توفري عليكي المجهود اللي انا عملته. هتجيبي الحته بتاعت التوابل اللي بتبقى مع الخلاط وهتحطي فيها البقسماط اللي هو الخشن دوت، عشان دوت الحته الصغننه دي اللي هي الكبه الصغننه بتاعت التوابل هتفرمولي كويس جدا وتنعمه زي التوابل بالظبط. اوكي، هنضربها كويس جدا جدا لحد ما نخليه بقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت زي بعضه. عايزه اقول لكم ناعم جدا يا جماعه زي البودره خالص، يعني بصوا تحفه والله العظيم. وبصوا طبعا لما احنا حمصناه في الفرن وادينا له اللون اللي هو خده دوت ونشف كده معانا ادينا لون حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى هنا عليه بشويه كده من الدقيق، دول حوالي كانوا كوبايه من الدقيق تمام، وهضيف عليهم معلقه من الكمون، دول كده معلقه كبيره من الكمون اللي هي معلقه الشاي او معلقه التوابل. لو معلقه عندك صغيره هتضيفي معلقه ونص. هنضيف برضو معلقه كده من الكزبره الناشفه، وهنضيف معلقتين كده كبار من الشطه. انا بصراحه كنت لسه عامله بقسماط برضو بس كان عادي دوت، انا عملته حار. اوكي، وضفت عليه برضو معلقه كده من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين. لو انت مش حابه انك تضيفي الشطه تلاشيها خالص يعني ما تضيفيهاش تمام. وهنحط بقى معلقه برضو كبيره من السبع بهارات ومعلقه كده صغيره من البابريكا عشان ما تغيرليش اللون قوي تمام. وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده اهو زي ما انتم شايفين. وصفه تحفه ووفرناها. وبعدين احنا دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده ما ينفعش نرمي اي حاجه في البيت، كل حاجه لازم نستفاد منها ونعمل منها وصفات عشان احنا اللي نستفيد، والدنيا يعني زي ما انتم شايفين عامله ازاي. عايزه اقول لكم والله العظيم جميل جدا، انتوا لو جربتوه مش هتشتروا من بره تاني خالص، ومش هترموا اي حاجه عندكم وهتعملوا بيها على طول. بصي انت حوشيهم كده مع بعض، بقسماط على فينو على قرص على
كل حاجه. انت اصلا اللي بتشتريه من بره ده بيبقوا هم عاملينه كده، ما بيكونش عاملين لك بقسماط بس، لا بيبقى كل الحاجات اللي متبقيه في الفرن او في الاماكن يعني اللي هي الافران، حاجات طبعا نشفت عندهم بقالها فتره مش عارف ايه، بيفرموها طبعا كلها كويس جدا وبيبيعوها للناس ان هو بقسماط مطحون. احنا بقى عملنا اهو البقسماط، لو انت عايزه تسيبيه كده ممكن تضيفي عليه دقيق بس وما تحطيلوش حاجه تاني. عايزه بقى تعمليه الفيجيدار زي ما انا عملت كده اهو، هتروحي ايه ضايفه عليه كل المكونات اللي انا ضفتها دي. واي برطمان بقى عندك يكون كده مش فاضي مش بتستخدميه، هتعبي فيه بقى الفيجيتار اللي انت عملتيه وتسيبيه بقى في التلاجة كده في البرطمانات زي ما هو عشان يقعد معاكي مدة اطول. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بوصفة جديدة. باي باي.